وبعدين ما فيش شكل هجومي يا جماعه للمنتخب، دي المشكله اللي بتقابلنا ان ما فيش شكل هجومي للمنتخب. وبعدين بنلعب بطريقه حلق وخليها على الله، حلق واضغط وخليها على الله. يعني بنقطع الكوره، بنيجي ننقل في التلت اللي قدام، مفيش حاجه متدربين عليها، مفيش جمله متدربين عليها. يا بنرمي الكوره لمحمد صلاح عشان يتصرف فيها، يا بنرميها لتريزيجيه عشان يتصرف فيها. والنهارده تريزيجيه زي ما قلت غير موفق، واسامه فيصل لما كان الكوره بتجيله برضه غير موفق، يعني ما كانش بيوزع الكوره حلو لزمايله على الاطراف. ففي حاجات كده احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي. وبعدين احنا لسه ما لعبناش فرق قويه يا كابتن حسام، يعني لسه ما لعبناش الفرق رقم واحد في افريقيا. فعايزين نشوف فكر هجومي وشكل هجومي للمنتخب احسن من كده، يبقى في اختيارات موفقه كمان ليك في الملعب. ما تقعدش مثلا مصطفى محمد لو انت زعلان منه، حتى لو زعلان منه لعبه اساسي، ده ما هو اللي جاهز. تريزيجيه مش حاجز مكانه في المنتخب، ولا هو ولا محمد صلاح برضه يا جماعه. اللعيب اللي جاهز ينزل يلعب، اللعيب اللي جاهز وفت ينزل يلعب. ففي حاجات احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي في المنتخب، الشكل الهجومي مش حلو.